مرحبا واهلا وسهلا بكم بهذا Think Like Engineer. درسنا اليوم اللي هو من سلسلة راسبيري بي درس الثالث. قبل ما نبلش الدرس ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. خلينا نبدأ. طبعا درسنا اليوم اللي هو البينوري الثنائي اللي هو طبعا ضوي طفي اللي بيقدر يفهمه الكمبيوتر بس بيعرف 0 و1 اللي هو يطفي وضوي. احنا بنعرف العشاري طبعا، فاحنا حنتعلم كيف نقدر نتحكم بالبينوري، كيف نقدر نكتب البينوري عشان نقدر نضوي اللمبات على شكل البينوري. فاول شيء احنا بنحتاجه افرجيكم شو عم نعمل. هلا شو بنحتاج اول شيء؟ طبعا احنا بنعرف عنا لنقول 10 ارقام حنكتب الكمبيوتر كيف بيفهم. 0 طبعا انا حاعمل تكست. خلينا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هاي عندي 10 ارقام، لكن اذا انا بدي اجي اكتب 11 رقم ما بنقول 10، بنقول 0 حامل ال10، يعني 0 حامل هاي ال10. طيب اذا انا عندي فقط 3 ارقام، 0 حتكون، ثاني رقم راح يكون 1، ثالث رقم راح يكون 2، خلصوا عندي. راح يكون الرقم اللي بعده 0 حامل ال1. اوكي، هدول بالقديم كانوا شو يعملوا؟ بدل ال0 كانوا يرسموا مربع، بدل ال1 كانوا يعملوا مثلث، بدل ال2 كانوا يعملوا دائرة بقلبها نقطة. هدول هن يعني لما تيجي على 0 حامل ال1 راح تكون مربع جنبه مثلث. هاي هي رقم عندهم ال0 زائد 0 حامل ال1. اوكي، ف هذا اول شيء. طبعا الكمبيوتر عندنا ما بيفهم احنا شو بنقوله، بيفهم فقط 0 و1. طبعا احنا هن على من زمان عاطينه مثلا حرف الاي، عاطينها 0 0 1، عاطينها الها قد ايه اصفار ورقم واحدات اللي هي الثنائي، بنسميه ثنائي. احنا بنعرف العشاري، نعرف احنا العشاري طبعا بنستخدمه من دارسينه من احنا وصغار، لكن الكمبيوتر ما بعرف العشاري. فاحنا عشان نقدر عندنا رقم عشاري اللي هو مثلا 1 2 3 5 10 اللي عندنا اياه، نحوله لبينوري اللي هو رقم ثنائي اللي يقدر يفهمه الكمبيوتر. يعني هلا انا رح امشي هيك طبعا قلت هلا انا شو حاعملكم. عندي هلا هون الديك اللي هو العشاري. طبعا انا ما حاعمل، ما بدي يطلع الكلام مش مفهوم، فانا رح استخدم التكست افضل. هكتب بينوري، بعد هيك رح اكتب العشاري. تمام، هاي عندي عشاري وثنائي وعشاري. هلا الرقم 0 عندي هلا انا لنقول 4 سويتشات. 4 شو سويتشات؟ يعني هي 16 رقم. 4 سويتشات. الصفر رقم 0 بالبينوري قديش؟ عندنا 4 سويتشات حتكون 0 0 0 0. رقم 1 شو راح يكون؟ راح يكون أول شي راح تكون هون طبعا ثواني. أوكي، راح يكون 0. الأول شي أنا بحتاج أزيد على 0 1. 0 زائد 1 1. أوكي، راح أكتب ساعتها 0 0 0 1. بعد هيك أنا بحتاج عندي رقم نفذ بطل في عندي 0 1. هلا أنا بدي أكتب رقم 2 بس. شو بكتب؟ 2. شو راح أكتب؟ عندي 1 زائد 1 مش 2. 1 زائد 1 0 وحامل جنبها الاثنين، يعني طيب عندي 0 وحامل جنبها الاثنين، يعني عندي هون 1 زائد 1 بيساوي قلنا 0 وحاملة اوكي 0 وحامل 0 وحامل الواحد. 1 زائد 0 راح يصير 1، يعني الرقم اللي بعده شو هو؟
صفر صفر واحد صفر، لأنه واحد زائد واحد صفر وحامل الواحد، واحد زائد صفر واحد، بعدين الباقي الصفار، صفار حيضلوا. الرقم اللي بعده هذا رقم 2، صار عندنا رقم هلا 3، رقم 3. الرقم 3 كيف راح يكون؟ عندي رقم 3 هون، راح أكتب عندي صفر زائد واحد واحد، والواحد ما عم بجمعه بشي، عم بجمعه بصفر، طبعا هذا صفر، صفر صفر واحد واحد. هذا الرقم رقم 3، لأنه ليش؟ عم بقول صفر زائد واحد واحد، واحد بعدين سوري، واحد زائد صفر، أنا عندي هون رقم واحد، واحد زائد صفر واحد، وصفر زائد واحد واحد، وصفر وصفر صفر صفر نسبة. هلا الرقم اللي بعده رقم 4، فأنا عم بحاول أوضح لكم أفضل وأفضل كيف بيكون الثنائي عنا البينوري والعشاري. هلا عندي أنا الرقم اللي بعده اللي هو 4. رقم 4 شو هو بالبينوري؟ واحد زائد واحد صفر وحامل الواحد، واحد زائد واحد صفر وحامل الواحد. اوكي، واحد زائد صفر واحد، يعني عندي صفر واحد صفر صفر. هتقولوا لي كيف؟ انا حالكم كيف، بس ازيحها هيدا، خلص خليها زي ما كان، ما بتنزح. اوكي زح. هلا عندي واحد، القلم عندي شو نجمع مع واحد صح؟ واحد زائد واحد صفر وحامل الواحد، حامل الواحد طبعا، الواحد زائد الواحد صفر وحامل الواحد، واحد زائد صفر واحد، وصفر بضل صفر. هذا هو رقم 4. رقم 5 عندي 5، عم بحاول اشرح لكم اياه مبسط جدا عشان ما يلخبط لكم عقلكم. هلا عندي صفر اول رقم، اوكي، صفر زائد واحد واحد، وبيبقى صفر وعنا واحد وصفر، يعني صفر واحد صفر واحد. اوكي بالضبط. هتقولوا لي كيف؟ هقولكم كيف. عندي صفر زائد واحد واحد، بيبقى صفر صفر، لاني انا ما عندي زائد واحد فوق، يعني صفر زائد واحد واحد، بقى الباقي حيضلوا زي ما احنا. بعد هيك انا حصغر شوي الصورة وابعدها لورا شوي عشان اقدر اكملكم. عندي رقم 6، رقم 6 كيف بيكون بالثنائي؟ واحد زائد واحد صفر، اوكي، بعدين عندي واحد فوق صفر وواحد فوق، واحد زائد صفر واحد، يعني صار عندي صفر واحد واحد صفر، يعني واحد زائد واحد صفر، واحد حاملته، واحد زائد صفر واحد، واحد صفر. اوكي، بعد هيك عندي رقم 7، بعد هيك عندي رقم 7 كيف حيكون؟ صفر زائد، طبعا آخر رقم كان عندي، أوكي هيك عشان تزبط. أوكي هلا عندي الرقم اللي بعده صفر زائد واحد واحد، أوكي، صفر زائد واحد واحد، أوكي، هاي حطينا واحد، وببقى عندي واحد واحد صفر، يعني صفر واحد واحد واحد. ليش؟ لأنه صفر زائد واحد واحد وواحد واحد دول، لأنه ما في شي فوق، يعني ما في شي. إحنا بنقول مثلا عندنا أخ كبير بنقول وباليد قديش، مثلا 5 لنقول هيك، بس إحنا ما عندنا شي باليد، فحنكتب الرقم اللي بعده اللي هو اتس my name. الرقم اللي بعده حيكون شو الرقم بعد؟ واحد زائد واحد قديش؟ واحد زائد واحد صفر وحامل الواحد، وعندنا واحد زائد واحد، أنا طبعا هيك ما حشرح. نعم، واحد زائد الواحد صفر وحامل الواحد، واحد زائد واحد صفر وحامل الواحد، واحد زائد واحد صفر وحامل الواحد، يعني رقمنا صفر 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 واحد، يعني تكست هيكون هذا هو رقمنا. ليش؟ سوري واحد صفر صفر صفر، ألف يعني. ليش؟ لأنه صفر زائد واحد صفر، وواحد باليد، واحد زائد واحد صفر، واحد باليد، واحد زائد واحد صفر
واحد باليد، واحد زائد صفر واحد. وهاي صار عنا الرقم تبعي. حصغر هيك وأقدم لفوق وأكمل كتاب. 9. هلأ رقم 9 عندي. رقم 9 كيف راح يكون؟ عشان تقدروا تشوفوا أكتر، 0 زائد واحد واحد، والباقي عندي صفرين وواحد، يعني 1 0 0 1. ليش؟ لأنه أنا ما عندي شي باليد، فهدول حيضلوا زي ما هن نازلين. الرقم اللي بعده رقم 10. ليصير حضلني أعمل هيك ليصيروا قديش؟ واحد واحد واحد، كلهم وحدات، 4 وحدات، لأنه عندي 4 سويتش، فالسويتش طبعا عبارة عن 0 و1. أوكي. 10. رقم 10. رقم 10 عندي أنا طبعا رقم 9 شو كان؟ 1 0 0 1. هلا 1 زائد 1 0. أوكي. وهي كتبت لكم 0. 1 زائد 1 0 و1 باليد. 1 زائد 0 1. بعدين 0 1. هذا هو الرقم اللي بعده. ليش؟ هتقولوا لي ليش؟ أنا هقول لكم ليش. 1 زائد 1 0. 1 باليد. 1 زائد 0 1. طبعا كتبت خطأ، سوري، أنا عكست بين هذول. تمام. 1 0 ورح أمحي هذا. أوكي. 10 10. أوكي. 1 زائد 1 0. 1 باليد. 1 زائد 0 1. بقى 0 و1. أوكي. الرقم اللي بعده طبعا عنا شوي مطولين يعني عشان تفهموا أكتر، يعني نخلصهم. 11. رقم 11 شو حيكون؟ طبعا خلص بطليك بس علق شوي ثواني. تمام. هلا عمل ريفريش الحالة. اوكي. هلا رقم 11 شو حيكون؟ 0 زائد 1 1. واللي جنبه شو كان؟ 1 بعدين 0. طبعا 1 بس هو عم بيزيد لحاله. اوكي. 0 زائد 1 1. 1 زائد 0 زائد 1 1، وما في 1 باليد، حيكون 1 0 1. هذا هو الرقم اللي بعده. بعد هيك حامل هيك مش شوي أقدم لكم إياها هيك. أوكي. التكست اللي بعده رقم 12. متعب كتير. تمام. 1 زائد 1 0 و1 باليد. 1 زائد 1 0 و1 باليد. 1 زائد 0 1. و1 بيبقى زي ما هو، يعني 1 1 0 0. ليش؟ 1 زائد 1 0. 1 باليد. 1 زائد 1 0. 1 باليد. 1 زائد 1 1 0 زائد 1. 0 زائد 1 1. وواحد بيضل زي ما هو لأنه ما في شي باليد لنجمعه معه. رقم 13 بعد هيك حاكتب رقم 13 بقى شوي لنخلص. 0 زائد 1 1. 0 زائد 1 1. وبقى 0 و1 1 لأنه ما في شي باليد باش نجمعه. 1 1 0 1. أوكي. يعني عم بقول 0 زائد 1 0 زائد 1 1. ما في شي باليد. 0 و1 1. أوكي. الرقم اللي بعده 14 بقى رقم ومنخلص إن شاء الله. هلا اللي بعده حيكون 1 زائد 1 0. 1 زائد 1 0. وبيبقى 1 باليد. 1 زائد 1 1. 1 0 سوري. 1 زائد 1 0. 1 باليد. 1 زائد 0 1 1 1. يعني 1 1 1 1 0. نرجع نشرحها انتوا عشان تقدروا تشوفوا. 1 زائد 1 0. 1 باليد طبعا هون في 1 باليد. 1 زائد 0 1. هو واحدين لأنه ما في شي نجمعه معه. هلا الرقم 15 حيكون 0 زائد 1 1 1 1 لأنه ما طلع عندي شي باليد. هاي خلصت أنا اللي عندي. طبعا راح أعمل سلكت لهدول وأصغر لكم إياهم ونقولهم لهون. هلا هيك بكون خلصت شوي مهم. قد ما بقدر أفرجيكم إياهم بحاول. عندي 16 رقم. هتقولوا لي كيف 16 رقم عندك لآخر شي 15 ونسيتوا الصفر؟ من 0 ل 15 طبعا هيك بفهم الكمبيوتر. من 0 ل 15 16 رقم ب4 سويتشات. تمام. هلا 4 سويتشات
احنا كيف بنقدر نعملهم، يعني كيف بنقدر نحددهم. حيكون عنا 4 سويتشات. شو حيكونوا هدول 4 سويتشات؟ شو أرقامهم؟ أول رقم شو هو؟ رح أروح أطلع على بأول سويتش شو اللي أول واحد أخذ واحد. يعني هلا هون ما فيش ولا واحد، ما حاخذ الصفر. ها أول واحد أول سويتش، أنا بطلع على هذا الرف أول واحد أخذ واحد، يعني أول شي هكتب واحد. تاني رقم هلا بدي سويتش رقم 2، حشوف خلصنا من هدول بطلوا موجودين. هلا صرنا هون أخذت رقم 2، يعني رقم 2. هلا الرقم اللي بعده اللي هو رقم السويتش، مين اخذ رقم السويتش؟ 3 اخذه، ما اخذ رقم السويتش. 4 اخذ واحد برقم السويتش 3، اكتب هون 4. بعد هيك راح اعمل ازل، اشوف بالسويتش رقم 4 هلا اي واحد اخذ 8. شوفوا 1000 اخذه، يعني هي رقم 8. هدول هن السويتشات الاربعه اللي عندي اياهم، شايفين؟ هدول هن سويتشات الاربعه تبعون. اوكي، مثلا خلينا نعمل جمع. كيف بنقدر نجمع بالبينون؟ نقدر طبعا. حيجمع صح؟ خلينا نشوف. اذا انا عندي مثال حاعطيكم 1 1 0 0 زائد عندي 0 1 1 0 سوري 0. اوكي، هلا 1 زائد 0 1، 1 زائد 1 0، 1 باليد. 1 زائد لأنه صار مكان 0، 1 زائد 1 0، 1 باليد. 1 زائد 0 1 1 و0 1. هذا هو الرقم. نشوف صح؟ 1 1 0 0 0 1 1. رقم 3، حطيت هون رقم 3 عشاري، رقم 3 ما زبط. رقم 3. الرقم اللي بعده رقم 6. الرقم اللي بعده رقم هذا اللي طلع الجواب تبعنا شو هو الناتج؟ 9. الجواب صح ولا غلط؟ 6 زائد 3 9. الجواب صح. طب الضرب بيزبط؟ نجرب ما بنخسر شيء. عندي مثلا 1 0 1 1 0 ضرب 0 0 0 1. اوكي، خلينا نضرب. 1 ضرب 0 0، 1 ضرب 1 1، 1 ضرب 0 0، 1 ضرب 1 1. نجمع زائد 0 عنا هو كمان، بنقول 0 زائد 0 0. طبعا ما بنقول 0 عنا، طبعا 0 ضرب 0 0، 0 ضرب 1 0، 0 ضرب 0 0، 0 ضرب 0. طبعا مش حاضر اكتبها هلا، الضرب كتير طويل لانه 4 ارقام عم نضربها، فلكن الضرب كمان حتزبط. اذا حابين تجربوها جربوها. هاتي طبعا اعملوا اكسرسايز بهدول، ارجعوا راجعوهم. طبعا الوظيفة شو هي؟ عنا ثواني. اوكي، هلا شو عنا احنا؟ بدي منكم تحطوا فور ليد. عنا طبعا قلت لكم باي برنامج ليد مايكروسوفت اديش حتروحوا انتم على ويكي راح تجيبوا تفتحوا بروجكت نيو بروجكت وراح تعملوا تجيبوا 4 ليدات. 4 ليد. الأربع ليد شو بيحتاجوا؟ 4 ريزيستر. فور ريزيستر. والأربع ريزيستر شو بيحتاجوا؟ 4 جراوند، يعني بنحتاج جراوند 1 جراوند. ليش 1 جراوند؟ بنوصل على البورد اللي انا علمتكم اياها بالدرس رقم 2. اللي ما شاف الدرس رقم 2 يرجع
عشان يراجعوا. واللي ما عارف أساسيات البايثون يرجع على الذكاء الاصطناعي، أول درسين موجودين أنا بالباي ليست، تروحوا الذكاء الاصطناعي أول درسين 1 و2 موجودين. بعد هيك أنا بحتاج شو كمان؟ أوصل الزائد الإجرة الطويلة لوين؟ لعند الجي بي اي او، يعني بحتاج الجي بي اي هو البنات 4 جي بي اي او، هدول اللي بحتاجهم. وظيفتكم لبكرة، يعني وظيفتكم قصدي للدرس اللي جاي مش بكرة، للدرس الجاي، هي باستخدام 4 ليد و4 ريجستر و1 جراوند و4 جي بي اي او اللي هن احنا هنحتاجهم عشان نركب الدائرة تبعنا. راح تسووا احنا قلت انا 4 سويتشات، ما كترت عليكم كتير، يعني 4 سويتشات 4. عندنا 0 0 0 كلهم بده يكونوا مطفيين، 0 0 0 1 اللي هو بده يكون اول ليد مضوي، 0 0 1 0 الليد الاولاني مطفي والليد الثاني مضوي 0 0، واللي بعدين رقم 3 الاول والثاني مطفيين 0 0، يعني رقم 3 و4 مطفيين. رقم العملية الرابعة راح يساوي أول لد وثاني لد مطفيين، ثالث لد مضوي وأول ورابع لد مطفي، بعدين خامس لنهايته اللي هو نهايته 15. كتبت لكم إياه، بتحبوه اكتبوه على الورقة، بتحبوا اكتبوه على الورقة عشان تراجعوا لما تعملوا الكود، يكون جنبكم ورقة تقدروا انتوا تراجعوا منها انتوا شو عم تعملوا. هاي هي الوظيفة طبعا. هاي هي وظيفتكم لبكرة، تجيبوا 4 ليدات، 4 ريجستر، 4 1 جراوند، وتوصلوهم على 4 جي بي اي او وتعملوا الكودينج. احنا عاملين يعني تعلمنا كيف نطفي اللمبة، يعني سهل علينا لأنه احنا بنعرف كيف نركب على البورد وكيف نقدر نطفي اللمبة، وهاي هي الوظيفة. وطبعا الدرس اليوم ما كان كتير صعب، كان سهل، تعلمنا كيف نجمع البينوري ويطلع الجواب كمان صحيح لأنه قلنا. وطبعا خلوها براسكم 1 زائد 1 0 وحامل الواحد. اوكي، هذا هو اللي عنا اياه. بعد هيك عملنا جمع وعملنا البينوري، عملنا 4 سويتشات. قلنا 4 سويتشات شو هن ارقامهم؟ قلنا اول رقم مين اخده؟ اول سويتش مين اخده؟ 1. ثاني رقم مين اخده؟ رقم 2. ثالث رقم يعني ثالث سويتش مين اول واحد اخده؟ رقم 4. ورابع سويتش اللي هو رقم 8 اللي اخده. هاي هي اللي تعلمنا احنا بهذا الدرس. كمان تعلمنا البينوري، نحول من بينوري لعشاري، وعشان احنا كمان هذا انا علمتكم هذا الدرس البينوري عشان تقدروا تعملوا الليدات تضووها وتطفوها حسب انتوا شو بدكم. طبعا هيك بيكون انتهى درسنا اليوم. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب اذا عجبكم الفيديو، واذا عندكم اي اسئله اكتبوا لنا بالكومنت احنا رح نجاوبها. وهيك بيكون انتهى درسنا لليوم. واللي بعد ما دعمنا بالباترون ان شاء الله يدعمونا، الرابط تحت بالوصف. نشوفكم بالحلقات الجايه.